أحمد عبد الحميد. لا لا جيار. لا يا كابتن بلاش شعر يا كابتن، بلاش شعر يا كابتن والنبي يا كابتن بلاش. ملامح مصرية أصيلة، اختيارات فنية قوية، وأداء تمثيلي خاطف. أحمد عبد الحميد واحد من أكتر الممثلين الصاعدين موهبة وتنوع في الأدوار، وكمان مشاركة في أعمال مميزة مع صناع مهمين. الظهور الأول ليه كان في فيلم اشتباك تحت قيادة المخرج العالمي محمد دياب، ثم الجماعة الجزء الثاني من تأليف وحيد حامد، وبعدهم دوره في مسلسل طايع من إخراج عمرو سلامة. يمكن مساحات الأدوار دي ما كانتش كبيرة قوي أو لافتة، لكنها بالتأكيد مدرسة فنية متكاملة أثقلت موهبته وجهزت لأدواره الأهم بعدها. وكان ظهوره المهم اللافت الأول في مسلسل تحت الوصاية، واللي برضه كان مع مخرج قوي زي محمد شاكر خضير في دور شنهابي. لوهلة أول ما تشوف هتحسه صياد حقيقي من كتر تقمصه وأدائه المقنع، وكمان ملامحه المصرية اللي شبه ناس كتير هتشوفهم راندم كده وانت ماشي في الشارع. كل ده خلى الدور مميز وليه صدى جماهيري ونقدي كويس جدا. بعدها بتتوالى الأدوار الناجحة، وبيبدأ ينجح كمان في ظهوره في أعمال كوميدية ناجحة مؤخرا زي سيكو سيكو وابن النادي. فبتكتشف إنه بجانب قدراته على التجسيد الدرامي هو عنده طاقة كوميدية مميزة، وكان ليه لحظات كوميدية مميزة مع عصام عمر في مسلسل بطل العالم، وبيظهر في رمضان اللي فات بأدوار مؤثرة في مسلسل سوا سوا وكمان إفراج. أحمد عبد الحميد عنده كارير حقيقي قوي وفي سنين قليلة فاتت، وبنتوقع له نجاحات أكبر مستحقة لحجم موهبته. ريعو مين؟ ريعو انا يا خالتي، ايه يا صلاح؟ خش يا ريعو، خليك مع خالتي هتولفوا على بعض دلوقتي. شكلها مش متولفه معلش. لوحدها.